السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل معاكم الفته النهارده. هنا الميه غلت، حطيت عليها نص بتاع سجار قرفه، قرن فلفل، عود كرفس، كام بصله صغيرين، طيتين مقطعين، ورق لورا، قرنفل، وجزرايه متقطعه. وسيبنا اللحمه على جنب بتتسلق، وهنعمل الصلصه. حطيت معلقتين زيت وثلاث معالق زبده، 3 مكعبات، وحطينا شويه توم، حوالي 3 معالق كبار مليانين برضه توم. الاكل النهارده كله توم. التوم يحمر كده يبقى لونه ذهبي، هنزل عليه بربع كوبايه ماء خل. وانا صباح، ودي قناتي، واللي مشاركش معايا في القناه يشترك واعملوا لايك وشير. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم بخير. اهي ربع كوبايه الخل، ومعلقه مليانه صلصه. ما عندك الصلصه مش مشكله يعني. ودي قوطه مسبكه صلصه كنت عندي في الفريزر، كيسين حوالي كيلو ونص قوطه. هسيبها على النار بس الصلصه تفك او احط لها صفلة التوابل، معلقه ملح ومعلقه ونص ملح، معلقه فلفل، نص معلقه 7 بهارات، وربع معلقه كمون بس فقط لا غير، ومعلقه سكر. هنا هنعمل الرز بقى. حطيت معلقتين زيت ومعلقتين سمنه، زبده يعني. وده الرز غسلته غسل ما كنتش ناجعه ولا حاجه، وقلبت. لازم تقلب الرز لحد ما يتغلف بالماده الدهنيه كله. وهضيف له ملح، دول 6 كوبايات رز، كل كوبايه رز عليها معلقه ملح وكوبايه ميه. انا حطيت 2 ميه وحطيت 4 شوربه. وهنا هنحطه على النار يغلي شويه ويشرب ميته، وبعدين نوطي عليه يقعد حوالي تلت ساعه على نار هاديه خالص يتشرب. هنا بقى هنحمر اللحمه، معلقه زيت ومعلقه زبده، وهنحط مع بصلايه مفرومه صغيره، ومعلقه توم معاهم، وهنرص عليهم اللحمه. اللي وصل معانا لحد هنا في الفيديو يعمل لايك وشير. هو انا مش هحمرها تحمير كامل يعني، بس هديها تشويحه كده بحيث ان تنجمد كده ما تبقاش طريه، لان هي هتخش الفرن مع تركيبه الصينيه، الرز والعيش والحاجات دي والصلصه وشوربه. وبرضه هضيف لها ربع كوبايه خل. الخل بطل الاكل النهارده. وهضيف لها كبشتين شوربه، كبشه في كبشه كده، عشان تشرب من طعم البصل والثوم مع الشوربه. ضفت لها معلقه ملح، وضفت لها رشه فلفل. انا هنا بحيك كل حاجه بعملها، بحيكها المقدار بتاعها، هي العيش، اللحمه، الرز، كل حاجه بمقدارها يعني، بحيث لما اجمع كل الحاجات دي على بعضها كل حاجه تبقى حقيقه. هنا هعمل العيش بقى. معلقتين زبده ومعلقتين زيت، بس معلقتين زبده كبار يعني مكعبين كبار. وهحط شويه توم، حوالي 3 معالق توم مليانين، وهشوحهم تشويحه حلوه لحد ما يبقى لونهم ذهبي كده،
وهضيف لهم ربع معلقة، كوباية خل. وبعد كده هضيف لهم العيش. العيش ده انا محمصاه في الفرن معاكم، حمصته في الفرن من غير اي مادة دهنية، بس هنا بقلبه مع الزبدة بالزيت والثوم والملح والفلفل مع بعضيه كله بقى، بيتغلف هو بقى بالسمنة والزبدة، يعني بالمادة الدهنية والثوم، وياخد من طعم الثوم. وبضيف لهم برضو شوربة حبة في حبة كده عشان العيش يطلع ويبقى ملبن كده، بعمل زي الملبن. كل ما يشرب كبشة الشوربة بديله غيرها لحد ما يخلص ويبقى حلو كده معاكم. هنا هنطبق الصينية. حطيت كبشتين رز في الصينية من تحت، وهرش عليهم كبش الصلصة، وبعد كده هحط العيش اللي انا عملته معاكم بالثوم، طبقة العيش. وهي هرش عليها برضو كام كبش الشوربة على العيش، وبعد كده هحط رز. حطيت برضو كبش الصلصة قبل ما احط الرز، وهنا هضيف الرز. ضيف الكمية اللي انت عايزاها، حاجة ترجع يعني للذوق يعني، وحاجة ترجع للكمية اللي انت هتعمليها. وهضيف اللحمة على الوش. وهنا شوية عيش مش معمولين في التوم، محمصين بس، حطيتهم قرمش على وش الصينية. وهكملها شوربة، هسكسكها كلها شوربة كده، 3 4 كبشات شوربة. وهحط صلصة، وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. انا ما شغلتش عليها الشوايه، محتاجش الشوايه عشان انا محمره اللحمه، فوشها مش محتاج الشوايه. وهي طلعت معاكم بالهنا والشفا، صحتين